ليش بعد نخاف من البنوك؟ وليش نشتري بيت بأكثر من 500 مليون بس كاش؟ وليش نفتح مشاريع كاملة وما نمرر فلس من خلال المصرف؟ وليش نكدس ملايين داخل البيوت وننام مطمئنين وكأنها ببنوك خاصة؟ الجواب بسيط ومعقد بنفس الوقت. العراقي ما يثق بالمصارف. ليش هاي الثقة مفقودة؟ القصة متجذرة وقديمة. الجيل الأكبر يتذكر شنو يعني التجميد الوداع أيام الحصار، يتذكر شلون كانت القرارات التعسفية تاخذ كل شيء بقرار إداري واحد. وبعد 2003 كثير ناس ما قدرت تسترجع أموالها ولا حتى حقوقها ولا حتى بياناتها. هاي الذاكرة الجمعية صنعت قناعة ثابتة عند الناس: المصرف مو مكان آمن. اليوم عندنا أكثر من 80 تريليون دينار خارج النظام المصرفي، موجودة بالبيوت جوا الشرباية لو شوف وين ضاموها بالضبط. وحتى موظف الدولة اللي هو جزء من المنظومة نفسها ما يثق بالمصرف. أول ما ينزل الراتب يسحبه بشكل كامل، مو لأنه محتاجه بس لأنه ما عنده ثقة. عندنا اقتصاد واقف على الكاش، مشلول عشوائي خارج أي نظام إنتاجي حديث. إذا نريد نرجع الحياة الاقتصادية لازم نرجع الثقة بالمصارف. إذا المواطن يشوف خدمات حقيقية وضمانات حقيقية راح يطلع فلوسه من جوة شرباية ويحطهم بالحساب المصرفي. وقتها بس ممكن نقول إنه إحنا راح ننتقل من اقتصاد البيت لاقتصاد الدولة. فنريد ننتقل لاقتصاد الدولة شباب. تحياتي. See you.